كوباية سكر، كوباية طويلة على الرتل اللبن. زودت الرتل اللبن كوباية مية بس. ماشي، يبقى ده كده ايه معايا رتل وكوباية مية. ولعت عليها لحد ما اللبن غلي، ونزلت عليه بالسكر والفانيليا زي ما انتم شايفين كده. هقلب لحد ما السكر يدوب كده في اللبن زي ما انتم شايفين كده. اللهم بارك. الفانيليا خلت اللبن ريحته فظيعه. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. بصوا بقى، هاخد النشا اهو. هاخد ادي 1، ادي 2، ادي 3، وحطيت معلقه كمان بس ايه التليفون كان عامل معايا. ماشي، انا كده حطيت ايه على الرتل اللبن والكوبايه 4 معالق نشا مليانين، وحطيت عليهم نص كوبايه ميه وبدوبهم زي ما انتم شايفين كده. السكر حسب الرغبه، منين ما تعوزوا تسكروه سكروه، عايزين حسب السكر اللي انتوا بتحبوه، مسكر قوي اقل اخف كده. انا حطيت كوبايه مليانه وشويه بساط كده، بس انا عارفه معيارة ايدي عشان كده حطيت بالكيس. عارفه انا حطيت قد ايه. ماشي، اللي عايز يحط بقى يعاير بكوبايه، بس انا عارفه المعيار اللي انا بحطه كده. انا قلبت اهوت زي ما انتوا شايفين كده. بصوا بدوق طعمه اهوت، اشوف السكر بتاعه طعمه جميل ومظبوط. بصوا بقى، هحط بقى اللهم صل على النبي. هقلبه بس تقليبه حلوه عشان ما يكتلش، واقوم حاطه بقى النشا اهيت. واضيف النشا بقى اهو زي ما انتوا شايفين كده. دوبته كويس ونزلت بيه. هقلبه بقى بالمضرب عشان ما يكتلش معايا زي ما انتوا شايفين كده. هعمل ايه بقى تاني؟ هسيبه على نار هاديه خالص لحد ما طعم النشا يروح من المهلبيه نهائي. لو عندكم بقى قشطه اي حاجه ضيفوها لها بردك، كريم شانتيه، بس انا مش متوفر عندي حاليا يعني الكريم شانتيه والقشطه. انتوا تحطوا معاها بردك مع اللبن، وبعد ما يغلي وتحطوا السكر والفانيليا تحطوا معلقتين قشطه. تحطوا فيها معلقه سمنه بلدي.